مساء الخير على احلى متابعين حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا دي قناة مطبخ هدى. اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي احنا الفيديو بتاعنا ده جميل قوي وسهل ولذيذ وترند تقريبا. الجلاش اللي احنا بنقطعه بقى كده بين ايدينا وبيكون نشف عندنا ومش عارفين نعمل بيه ايه، وخايفين ان هو يكون ما نعرفش نستعمله تاني. بصوا هنعمل بيه اكله حلوه قوي، صينيه جلاش باللحمه تحفه. دلوقتي انا عندي لفه جلاش، يعني هي تعتبر ايه، كانت هتنشف مني يعني وكده، ما كنتش عارفه افردها. رحت مقطعه حتت صغيره وبالسكينه كده وهي ملفوفه على بعضها. وبعدين طبعا هي اتقطعت معايا او اتكسرت، فسهله جدا، بقت سهله ومفروله. وكل حاجه اقطعها قطع صغيره جدا بايديا او بالسكينه، واحطها في بوله كده واحاول افرطها من بعضها لحد ما تبقى كلها كده مفروله. هبدأ بقى احضر العصاج بتاعي، كيلو لحمة مفرومة من عند الجزار بتاعك طبعا. وبعدين معاكي بصلة مفرومة بتحطيها وبتضيفيها، ومعجون طماطم او صلصة طماطم كوباية، يعني 3 4 طماطميات كده. وبعدين تسبكيها بقى على النار. احنا عملنا اللحمة المعصجة دي كتير قوي وطريقتها سهلة، يعني ما اعتقدش ان مفيش حد ما بيعرفش يعملها. انا دلوقتي هضيف ملح وفلفل، لو عايزه تحطي بهارات لحمه حطي، تنكهي اللحمه بتاعتك باي توابل انت بتحبيها، رشه جوز الطيب او اي حاجه يعني. دلوقتي هسيبها لحد بقى ما تستوي وتتسبك على النار، وكده بقت جاهزه ان احنا نستخدمها. عايزه تحطي رشه بقدونس حطي في الاخر، مش هتخسر، بالعكس هتعزز الطعم، تديله طعم حلو جدا. دلوقتي انا في بوله هحضر بقى التشريبة اللي هشرب بيها الجلاش وانا بشتغل بيه. كوباية زبادي وبيضة وكوباية لبن، ومعانا السمنة طبعا علشان ايه يكون مورق كده معانا ومش مكبوس ولا معجن، وطبعا ملح وفلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب التشريبة دي كويس قوي 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 لحد ما كلها تختلط ببعضها والمكونات كلها تتجانس مع بعضها، علشان دي اللي هتكون ايه القاعدة بتاعتي اللي هتخلي الجلاش عندي طعمه حلو وفي نفس الوقت يعني مفرول ومش مش معجن يعني. دلوقتي انا هحط طبقة من الجلاش اللي احنا مقطعينه كده، نص الكمية في قالب او صينية علشان نعمل فيها الوجبة بتاعتنا. وهاخد بقى الخليط اقلبه تاني طبعا عشان السمنة تندمج معاه، وهشرب بيه كده الجلاش زي ما انتوا شايفين بالمعلقة، نص الكمية يعني مع نص كمية الجلاش مع نص كمية التشريبة. وهبتدي اسقيها، وانا بسقيها هحط اللحمة المفرومة، وبعدين زي ما انت عايزة بالكمية اللي انت بتحبيها يعني. عايزة تحبيها لحمة كتير، تحبيها لحمة قليلة، تحبيها تحشيها اي حاجة تاني، جبنة، اي حاجة حسب ذوقك الشخصي يعني. فدي هتنفعك في العزومات قوي. معايا بقى زيتون، انا حاولت احط حاجات من عندي يعني. عايزة تحطي فلفل الوان حطي براحتك. موتزاريلا، معايا جبنة موتزاريلا حطيتها، كانت حلوة جدا وادت طعم حلو قوي لصينية الجلاش دي. الكمية الباقية بقى دلوقتي هضيفها عادي جدا كلها فوق بعض كده. وزي ما عملنا الطبقة الاولانية هنشتغل في الطبقة التانية. هجيب برضو التشريبة واحطها كلها واسقي بيها بقية الجلاش. تحفة يا جماعة، وصينية جميلة جدا، يعني عايزة اقول لكم ما خدتش 10 دقايق، يعني سريعة جدا وسهلة، وممكن تنفع زي الفطيرة الغداء او العشاء لولادك وانتوا قاعدين كده، احنا جعانين يا ماما، تقومي تعمليها بمنتهى البساطة وسهلة جدا. وكده انت يعني ايه عملتي وجبة عشاء متكاملة وطعمها حلو قوي. لو عندك مثلا خارجة، لو رايحة تاكلي برا، لو رايحة خارجة انت واصحابك رايحين النادي، الوجبة دي بتكون سهلة قوي. انا حطيت التشريبة دلوقتي كلها النص التاني، وبعدين حطيت على الوش النص الجبنة الموتزاريلا، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200 او 180. بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع، هتطلع معاكي حلوة جدا زي ما انت شايفة كده، واخدة وش واخدة لون، والجبنة الموتزاريلا استوت وبقت حلوة براحتك يعني. انا دلوقتي طلعتها صينية جميلة جدا يا جماعة، عاملة زي الفطيرة.